اللقاءات السياسية لا تنقطع. النهاردة يوم سياسي بامتياز، والحقيقة خليني أدخل في الموضوع على طول وأرحب بضيوفي داخل الاستوديو. بيشرفني الأستاذ نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع. أهلا بحضرتك يا فندم. وبيشرفني أيضا الأستاذ شريف طه المتحدث الرسمي لحزب النور. أهلا بحضرتك يا فندم. خلينا يعني بدون مقدمات ندخل في المواقف المتعارضة دلوقتي. يمكن من أبرز المواقف المتعارضة اللي احنا بنشوفها المواقف المتعلقة بالدستور. وخليني أبدأ مع حضرتك يعني يا أستاذ نبيل ونتكلم عن تقييمك بشكل عام للآن لعمل لجنة ال50 في الدستور في ظل يعني صدور المادة اللي حصل عليها توافق بشأن حظر الأحزاب أو إنشاء الأحزاب على أساس ديني. ولسه ما حصلش توافق إلى حد كبير. لا، أنا رأيي إن حصل توافق يعني على كل حال بصرف النظر عن التفاصيل. هو عمل لجنة الدستور حتى الآن أيوة بشكل عام ورغم أي ملاحظات أو سواء على تركيبة اللجنة أو على المناقشات الجارية، إلا أنه النتيجة إيجابية بوجه عام. يعني أنا متفائل من ناحية المنتج النهائي لهذه اللجنة، ومتفائل من ناحية صدور دستور لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، دستور يليق بمصر بعد ثورة 25 يناير 2011 وبعد ثورة 30 يونيو 2013. دستور يكفل تداول السلطة، التوازن بين السلطات أو الفصل بين السلطات، أيضا التعددية الحقيقية، الحريات العامة السياسية والنقابية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وأيضا حرية الإبداع الفكري والأدبي والفني بشكل عام. طيب في النقطة بالنسبة للأحزاب، أيوة، أنا رأيي إذا كانت هذا البلد، إذا كان بلدنا ده يعني جاد في إنه يحقق استقرار سياسي اقتصادي اجتماعي، يجب حظر تأسيس أي أحزاب على أساس ديني أو على أساس مرجعية دينية. بمعنى من حق، عشان ما تفهمنيش غلط، أي مواطن سواء عضو في حزب ديني حاليا أو مش عضو أن يؤسس حزبا، هذا حقه طالما مصري، بشرط أن يكون حزبا سياسيا، يعني له برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي. لما ندخل انتخابات نتنافس حول هذه البرامج، إنما نتنافس حول من منا الأكثر إيمانا، من منا الأكثر تدينا، من منا الأكثر إسلاما. هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهل شققتم القلوب؟ وهذا يفسد الدين والسياسة معا. يجب أن تكون للدين مكانة قدسية، مكانة سامية، فلا نعبث بالدين ولا نتلاعب به ولا نستغله لأغراض دنيوية أو انتهازية أو سياسية. وضحت هنا يا أستاذ نبيل، وأظن أن في النقطة دي تحديدا حزب النور أكيد هيكون له موقف، لأنه يعني حزب النور إذا تحدثنا عن مواقفه من 30 يونيو وحتى الآن، برغم من أنه رفض كتير من المساومات والتحالفات والعروض مع الإدارة الأمريكية واللي كانت بتعرض عليه، لكن لا يزال حتى الآن يواجه اتهام بأنه معطل لخارطة الطريق. تعليق حضرتك إيه؟ يعني هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو الاتهام اولا بيوجه لان البعض يتبنى سياسة اما ان تسير معنا وفق رؤيتنا، واما انه لا وجود لك بيننا، اما ان تمارس السياسة وفق رؤيتنا ووفق مفاهيمنا، واما انه لا وجود لك في خريطة المستقبل وفي حياتنا السياسية، مهما ابديت من حرصك على الوطن وتخوفك على المصلحة الوطنية ومهما قدمت من تنازلات. لكن البعض يريد منك تماما ان تتبنى نفس رؤيته ونفس وجهته، ولعل هذه المادة تبين هذا الامر، ان تيارا يريد ان يفرض رؤية في ممارسة السياسة، ليس فقط منع تأسيس حزب على اساس ديني، ولكن منع تأسيس حزب
حزب على اساس حتى مرجعيه دينيه، يعني هو يفرض عليك ان تتبنى المرجعيه غير الاسلاميه اشتراكيه كانت او ليبراليه او غير ذلك، لكن لا تتبنى المرجعيه الدينيه. وباعتبار ان احنا في مصر غالب الاحزاب موجوده هي ذات مرجعيه اسلاميه، اما ان تمارس السياسه بنفس هذا المنطق، واما انه لا وجود لك بيننا وسوف يحظر وجودك في المستقبل، ويجب عليك ان تتوافق وفق هذه الرؤيه. انا بتخيل لو كان التيار الاسلامي صاحب اغلبيه مثلا في الجمعيه السابقه واراد ان ينص على ماده منع ممارسه او منع قيام الاحزاب على اسس علمانيه مثلا، باعتبار ان ده يتصادم مع الماده الثانيه وغير ذلك، كيف كان ستوجه اتهامات بالاقصاء والابعاد وغير ذلك. فهذا فيما يتعلق ان البعض يريد انا بس في النقطه دي يا استاذ شريف اذا سمحت لي، ويمكن انا مش دوري ان انا مثلا هرد، اكيد طبعا يعني استاذ نبيل موجود، لكن يعني الا تتفق يعني مع انه المرجعيه الدينيه اوجدت الحقيقه في المجتمع المصري مشكله كبيره جدا طول السنه اللي فاتت، يعني مبدا التكفير صح كده، مبدا التكفير هو ده اللي هنوصل له بقى يا استاذ بالظبط، وبالتالي ان انا ادخل في الدين يعني ممكن فجاه اكفرك، يعني استحل دمك، يعني جميل. اعمل عنف في المجتمع. هنا في وانتوا كحزب النور برضو اذا سمحت لي مرتبطين بالدعوه السلفيه في اسكندريه وما الى ذلك. خليني اوضح الامر، هوضح حته مش تاريخيه بس هي حته في دقيقه، بعدين هخش على موضوع الاحزاب ذات المرجعيه الدينيه، لان النقطه دي عند كل المثقفين في مصر عامله اشكال كبير جدا. مفهوم الدولة الدينية أساسا والخلط بين الدين والسياسة في أوروبا عمل إشكالية كبيرة جدا عند كل المثقفين. إن هو نشأت في أوروبا ما يسمى بالدولة الثيوقراطية، الدولة الكهنوتية اللي كان القساوسة فيها يحكمون باسم الإله، فكان الحاكم في الأرض هو نائب عن الإله، فترتب على ذلك أن ما يقوله هذا الحاكم هو ما يقوله الإله مع توكيل من ربنا مع صك باسم الدين، ومن ثم يكفر من يخالفه، ومن ثم اضطهدت العلماء واضطهدت المخالفين بل وقتلتهم وحرقتهم وقمعتهم. فالصورة الذهنية عن الأوروبيين للدولة الدينية هي صورة بشعة مرتبطة بالإقصاء وحماية الإقطاع وتكفير المخالف واضطهاد العلم والعلماء. الأوروبيون لم يجدوا بديلا عن هذه الدولة بالممارسة البشعة إلا إقصاء الدين عن السياسة وإيجاد ما يسمى بالدولة العلمانية أو الدولة المدنية فيما يعرف بالمصطلح الحديث. عشان تحل الإشكالية دي قالوا رجال الدين انتوا أفسدتوا علينا السياسة، خلوكوا في محراب الكنيسة وخلوا احنا ندير أمور السياسة. في الإسلام لا يوجد أصلا هذا المفهوم. الحاكم في الإسلام لا يحكم باسم الإله، وأنا هنا هتفق مع الأستاذ نبيل إن ما فيش حد بيحكم باسم الإله، ما فيش حد معاه صك من ربنا سبحانه وتعالى. الحاكم والمحكوم الواجب عليهم هو ده بقى الفرق بين الدولة في المفهوم الإسلامي والدولة برضو في المفهوم العلماني، إن هي مش مقيدة، لا الحاكم والمحكوم ملزمان بقيد الشريعة وبالإطار العام للشريعة. الحاكم يولى من قبل الأمة، يحاسب من قبل الأمة، يراقب من قبل الأمة، أقواله وأفعاله معروضة على الأمة. يا فندم يعني لما خضنا التجربة جميل جدا اقتربنا من التجربة الأوروبية اللي حضرت الدين. الإشكالية في إيه بقى حضرتك يا أستاذ هناء؟ هل الإشكالية في الممارسة ولا الإشكالية في المفهوم؟ وهي دي النقطة الثانية، أننا نرفض في الأساس وضع مادة في الدستور غير واضحة المعاني تصبح كأداة في يد السلطة تستخدمها حينما تريد وتمنعه حينما تريد. هذه المادة الأستاذ نبيل يعلم تماما أن هذه المادة وضعت في عهد مبارك ومنع بسببها أحزاب كحزب الوسط مثلا، وهي نفس المادة لم تتغير وتم بموجبها السماح لأحزاب مثل حزب الوسط أيضا وغيره من الأحزاب في نفس المادة، لكن لما اختلف الهوى السياسي منعت وأنشئت. إيه السبب في كده؟ ان هي المعنى بتاعها الى الان غير واضح. هل المقصود منع قيام احزاب على اساس مرجعيه دينيه اللي هي منصوص عليها في الدستور؟ طب خليني اقول بس سطرين. هل المقصود منع المرجعيه الدينيه اللي هي منصوص عليها في الدستور الى يومنا هذا؟ انت عندك اشكاليه مع ده؟ مفيش مشكله. وحزب التجمع نفسه كان بيقول انا عندي مقترح في الماده الثانيه بس انا تنازلت عنه من باب التوافق، لكن اعرض دوت على الشعب وقول انا بدعو ان اللي يمارس سياسه يمارسها وفق الرؤيه العلمانيه بلا مرجعيه دينيه. ولا المقصود منع اصحاب التيارات الدينيه؟ وده الاستاذ نبيل نفاه برضو دلوقتي بيقول مش ممنوعين ان هم يمارسوا السياسه طالما التزموا البرامج. ولا المقصود بقى اللي انا هتفق مع حضرتك فيه ضبط الممارسات؟ ايوه انا معاكي في ضبط الممارسات، ان كان في ممارسات سيئه وديت نمنعها بقانون مباشره الحقوق السياسيه. قول لي ممنوع استخدام دور العباده في الدعايه الانتخابيه، انا متفق مع حضرتك تماما. قول لي ممنوع احتكار الحديث باسم الدين. قول لي لابد ان تقدم برامج سياسيه في التعليم والصحه والاسكان وفي غيرها، انا متفق مع حضرتك تماما. واعرض كل دوت على الشعب ولا
ولا تكفر المخالف، لكن ما تستغلش ان في اخطاء صدرت من البعض عشان تقصي تيار. الديمقراطيه ارتكبت بسببها مخالفات، هتلر وموسوليني كانوا انتخبوا بانتخابات حره ديمقراطيه، الاشتراكيه مورست بسببها انتهاكات. الرؤيه وضحت يا استاذ شريف. انا عايزه اخد تعليق من حضرتك يا استاذ نبيل. يعني انا مندهش ان الاستاذ شريف بيقارن بين المرجعيه الاشتراكيه والمرجعيه الدينيه. لا، الاشتراكيه اختلف معايا، مش هكفرك، لكن انا لو اختلفت مع المرجعيه الدينيه هتكفرني. ده اللي حصل. لا اللي حصل، بس هو ده اللي حصل يا استاذ شريف. لا هو كل من يخالف الدين كافر. انا لم اقاطعك. اتفضل. شوف، انا اذكركم بشيخ في اسكندريه اكيد يعرفه الاستاذ شريف، كان ايام الانتخابات الرئاسيه السابقه يقول ايه في كل صلاه: انتخاب محمد مرسي فريضه اسلاميه. هذا عبث بالدين، صح، وتلاعب بالدين واساءه لاستخدام الدين. صحيح، متفق مع لازم نضع حد لهذا. صحيح. نضع حد لهذا ازاي بقى؟ هقول لحضرتك. جاء المجلس العسكري، مجلس طنطاوي وعنان، عمل ايه؟ في الاعلان الدستوري حذف كلمه، هو كان في الدستور زي ما قال الاستاذ شريف، الدستور 71 حظر تاسيس احزاب على اساس ديني او على اساس مرجعيه دينيه. المرجعيه الدينيه دي اضافه من مبارك، فحذف. معلش، يشكر مبارك على هذا، انا مش هخاف من الحكايه دي يعني. مش ما عنديش عقده. لا، هو لا هدف سياسي، لاني انا طول عمري معارض لمبارك والاستاذه تعرف على كل حال. فجاء المجلس العسكري حذف ايه؟ او ذات المرجعيه الدينيه. كانت النتيجه ايه؟ تاسس يمكن حوالي 13 14 حزب ديني. هو يقول لك لا انا مش ديني، انا ذو مرجعيه دينيه. فكانت وسيله للتحايل لتاسيس احزاب دينيه. دي نمره واحد. نمره اثنين، الاستاذ شريف اتكلم عن اوروبا والدوله السيقراطيه، وهو ما كانش فيه في تاريخنا في العالم العربي والاسلامي دول سيقراطيه. اذكرك بالشيخ اللي وقف قدام معاويه بن ابي سفيان وقال للجمهور المنافقين اللي موجودين: هذا امير المؤمنين، واشار الى معاويه معايا، فاذا هلك فهذا، واشار الى يزيد ابنه، ومن لا يقبل فهذا، واشار الى سيفه. هل كان هذا مقبولا ام مرفوضا؟ يعني وجود ممارسات خاطئه واستمر لسنوات وعقود وجود ممارسات خاطئه لا يرجع بالنقد على المبدا. ما هو الممارسات الخاطئه يا صديقي استمرت قرون. لا مش قرون ولا حاجه. انت مطالب الان بتصحيح هذا. تصحيح هذا ازاي بقى؟ بان احنا بدلا من ان زي ما حصل في العهد السابق ده استغرقنا شهور بالناشي، ما بناش لا التنميه ولا النهوض بالتعليم ولا تطوير البحث العلمي ولا التنميه المستدامه ولا كيفيه تحقيق الرعايه الصحيه. لا بالناش ايه بقى؟ بفضل الاساتذه اللي كانوا عاملين احزاب دينيه. ختان البنات، زواج القاصرات، هل المراه تعمل او لا تعمل، الى اخر قضايا، بعضها قضايا حسمت في القرن 19 قعدنا نناقشها. وبالتالي حدث ابعاد الانظار عن القضايا الحيويه الرئيسيه اللي بها تتقدم الامه، واستغرقنا في مشاكل من هذا النوع. طيب انا عشان يعني برضو وقتنا انا مش عايزه استغرق في نقطه على حساب نقاط اخرى، هنتجاوز هذه النقطه. بس هو لازم لكن اكيد وانا هعقب على تعقيب. مشكله. لا انا افضل ان احنا نتجاوزها، لانه احنا اخذنا يعني وجهتين نظر الى حد كبير واضحين. طيب. ولسه ما صدرش الدستور، ونشوف التعامل بعد كده هيكون ازاي. لكن انا عايزه يا استاذ نبيل اسال حضرتك. لازم معلش سامحيني، ان القضايا اللي الاستاذ نبيل قالها دي فعلا، وهي القضيه دي لم يكن يناقشها التيار الاسلامي، بل كان المخالفين هم اللي متخوفين ان التيار الاسلامي مع هذه الاجنده. فكنا كل ما نروح في برنامج هتعملوا ايه في كذا، يا جماعه احنا عايزين نتكلم في رؤيتنا للبلد في المستقبل. لا انتوا هتعملوا ايه في كذا، هتعملوا ايه في كذا، هتعملوا ايه في كذا، زي ماده زواج القاصرات اللي ما كانش لها وجود في الدستور الى الان، وكتير من الناس في العالم ظنوا ان هي موجوده في الدستور. بس دي تهمه موجهه للاعلام، وهو الاعلام بالفعل ما بيختلقش القضايا. خليني انقل لنقطه ثانيه يا استاذ نبيل. يعني في المقابل دلوقتي احنا شفنا تيار اسلامي يعني كان هو الحاكم في قبل 30/6 الى اي مدى؟ يعني اصل كلمه تيار اسلامي انا بتحفظ عليها. خلاص نقول الاخوان اللي كان بيحكم تيار يتاجر بالدين. ماشي. اسلامي. طب ما احنا كلنا اسلاميين، ايه المشكله؟ طيب انا عايزه اسال حضرتك على ملء بقى هذا الفراغ.
صحيح الجماهير طلعت ملء هذا الفراغ. آه. الجماهير طلعت في 30/6 وده نعم. كان شيء لافت وواضح ان هم اسقطوا هذا النظام. ما هو البديل بقى يعني كحزب التجمع وكتيارات ليبراليه اخرى؟ البديل هو مجتمع ديمقراطي حقيقي. بمعنى ايه؟ انا لسه من شويه كنت بكلمك عن التعدديه. من حق اي مواطن ان يكون له اي راي، ان يؤسس حزب. اما التلاعب بالدين او العبث بالدين، انا اذكرك باللي كان بيقال في رابعه العدويه عن اللي حلم بانه سيدنا جبريل نزل وصلى معاهم، وانه مشترك مع حضرتك في رفض ده يا استاذ نبيل فعلا. أنا مشترك معاك في رفض. واللي حلم بانه رسول الله جاء قدم محمد مرسي على نفسه. يعني هل في عبث بالدين اكتر من هذا؟ علينا ان نضع حدا لهذا وان نحترم الدين ولا نستهزئ بالدين او نسخر منه. هذه سخريه بالدين. علاوه على ان في بعض القرى لو تروح حضرتك تكتشف ان بعض الذين لا يفهمون شيئا ولا يفقهون شيئا في الاسلام خلط بين الدين والخرافات والشعوذات. كلام لا علاقه له بالدين. انا النقطه دي واضحه بالنسبه لي، لكن انا كان سؤالي يا استاذ نبيل مع الديمقراطيه. هل ستستطيع الاحزاب العريقه زي التجمع وزي الوفد وغيرها او الاحزاب الجديده الليبراليه ان هي تحقق الشعبيه المطلوبه لملء هذا الفراغ في البرلمان القادم؟ ده سؤال مهم. انا ما بقول يعني بكل تواضع اقول لك ان هذا يحتاج الى جهد، وان يحتاج الى برامج تعكس طموحات هذا الشعب، اماله، امانيه، احلامه، همومه. اذا حدث هذا ستكتسب شعبيه. اذا النخبه قعدت في مكاتبها ولم تنزل الى الجماهير في اعماق الريف لن تكون لها شعبيه. انا معاك تمام. دي قاعده. وبالتالي هناك برضو ما زالت هناك بعض التهديدات من جانب التيار الذي أسقط بأنه سيحشد مثلا ضد دلال الدستور. طيب ماذا ستفعلون؟ هقول لك بقى بصراحة في كلمتين اتنين. أنا طمنك إنه أنا رأيي إن هذا التيار اللي بتشير إليه اللي كان بيحكم أصبح مرفوض شعبيا، منبوذ شعبيا، مكروه شعبيا إلى درجة لا تتصوريها. يعني لم تعد مشكلتهم مع الأمن كما يدعى، لا، مع الشعب. وأنا أقول لك حاجة حصلت من يومين. ميكروباص فواحد قاعد ركاب مليان جاب سيرة اللواء نبيل فراد اللي استشهد في كرداس. فواحد ينتمي إلى جماعة الإخوان قال إيه؟ يستاهل. لا تتخيل ماذا حدث. كل ركاب هذا الأتوبيس أرغموه على النزول، لا يكمل مشواره. ده الشعب المصري. إذا مش مشكلة مش مع الأمن، لا، مع الشعب. الشعب عندما أسقط في 30 يوم لم يسقط فردا اسمه محمد مرسي، منظومة حكم الإخوان المتاجرة بالدين. هذا الشعب متدين كله، لكن التدين الجميل الوسطي اللي يحترم الأخوة وفيه المودة والتراحم والتسامح والوسطية. طيب أنا عايزة أنقل الأستاذ شريف في نقطتين سريعا، معلش اعذرنا بس عشان الوقت يا أستاذ شريف، إنه يعني أنتم في حزب النور بالتأكيد ذكرتم أن تجربة الإخوان أثرت أو تركت إرثا إلى حد ما سلبيا على حزب النور، وإن أنتم لن تدعموا. اتخذوا مواقف مستقلة، أنا بعترف بهذا. صحيح. وإن أنتم قلتوا إن أنتم مش هتدعموا مرشح رئاسي إسلامي، لكن أنا عايز أعرف بشكل إسلامي يعني محسوب على فصيل إسلامي على فصيل إسلامي معين. أنا عايز أعرف لو تم حذف المادة 219، لو تم التوافق على المادة المتعلقة بالأحزاب على أساس ديني، هيكون موقفكم إيه؟ وموقفكم إيه في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ يعني هو بداية برضك عشان نقفل النقطة اللي فاتت، إلى الآن في كل لقاءاتي الإعلامية ما فيش حد جاوبني ماذا ستفعل الأحزاب بين قوسين الأحزاب الإسلامية حتى توافق أوضحها، لأنه إلى الآن لا يوجد تصور واضح لدى واضعي هذه المادة
اللي بتتكلم عن حظر الاحزاب ذات المرجعيه الدينيه. أنا فهمت إن القانون هينظم الكلام ده. كله في الممارسات اللي احنا متفقين اللي احنا محتاجين نضبط ممارساتها، واحنا الكلام عن وضع برامج احنا متفقين في كل ده، وان لابد ان الاحزاب تقدم برامج ولا بد من وضع قواعد عامه لضبط الممارسه السياسيه. انا متفق تماما استاذ نبيل فكره رفض المتاجره بالدين، بس عايزين نفرق تماما بين رفض الدين اللي هو تسييس الدين، ان الدين يكون تابع للسياسه خادم لاغراضها، وبين تدين السياسه، ان السياسه ما ينفعش تخرج عن اطار الدين. وده اللي احنا بننافع عنه، اللي هي فكره ان الاسلام دين ودوله، الاسلام دين شامل لجميع مناحي الحياه، عقيده وعباده واخلاق ومعاملات، وده اللي منصوص عليه في الدستور الى يومنا هذا، ان مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع. في انخفاض للشعبيه بلا شك، في انخفاض احنا ما بنحطش رؤوسنا في الرمال، لكن الفكره الاسلاميه اللي انا قلت عبرت عنها من شويه دي فكره موجوده في عمق الشعب المصري، ولا يمكن ان تذهب بسهوله. هيكون ايه من الدستور ومن الانتخابات؟ زي ما قلنا اكثر من مره، نحن لم نشارك من اجل ان ننسحب، ولعل الواقع اثبت يعني بطلان هذه الدعاوى اللي البعض اتهمنا اللي احنا داخلين عشان نفجر الجمعيه التاسيسيه، رغم تحفظاتنا اللي لو كانت موجوده لدى اي تيار اخر ما كانش قابل ان هو يشارك، ومع ذلك شاركنا حرصا على المصلحه الوطنيه، وابدينا قدرا كبيرا جدا من المرونه حتى في المواد اللي يعني كان الكل بيسميها مواد حزب النور. حاولنا نقدم بدائل في الماده 219، قلنا اما ان يبقى الوضع على ما هو عليه، واما ان تحذف كلمه مبادئ، واما ان يعطي ويقدم الازهر تفسيرا اخر يراه مناسبا لقضيه الشريعه الاسلاميه. في كل ماده نبدي قدرا من المرونه حتى نحقق التوافق مع عدم الاخلال بالحد الادنى من المبادئ العامه لهذا الدستور، ومن ضمنها محور الهويه الاسلاميه. لم نشارك من اجل ان ننسحب، ولكن لم نوقع شيكا على بياض لاحد ايضا، وسوف يكون حكمنا النهائي على هذا الدستور من خلال المنتج النهائي لهذا الدستور. يعني ممكن تحشدوا بلا للدستور لو اتحذفت الماده 219. القضيه اولا دعينا ان نذكر، نحن لا نحكم على الدستور من خلال محور واحد فقط، ودوت خلل كبير جدا اللي الكل متخيل حزب النور داخل بيقيم الدستور ايجابا او سلبا من خلال 219 على 219 والاحزاب على اساس وان لو 219 وضعت، وحتى لو كان الدستور عاصفا بالحقوق والحريات مخلا بالعداله الاجتماعيه مخلا بالتوازن بين السلطات، فسوف نحشد للموافقه عليه. الدستور يحكم عليه كجمله متكامله، وسوف يكون حكمنا النهائي على هذا المنتج اللي بلا شك ما نقدرش نحدده الان. نحن نؤمن بالحوار، والحوار فقط من اجل الوصول لحل النقاط الخلافيه. الانتخابات يا استاذ شريف هيكون موقفكم فيها ايه؟ الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه. الانتخابات البرلمانيه لا يمكن الحكم عليها الا من خلال معرفه القواعد المنظمه العمليه الانتخابيه. قانون الانتخاب هل هيكون بالقائمه ولا هيكون بالفرد ولا هيكون بالنظام المختلط، دوت بيكون مرتبط بالواقع الموجود والملابسات اللي ما نقدرش نحكم فيها من الان. طب وماذا عما يثار او يتردد؟ انا يعني ما اعرفش بقى حضرتك تعتبره حقيقه ولا شائعات، انه في بعض الاعضاء اللي كانوا في الاخوان او في الحريه والعداله واللي طبعا ليهم موقف سياسي من اللي حصل، وهيدخلوا حزب النور، ينضموا الى حزب النور ويخوضوا الانتخابات، وهم اغلبهم مش هيكونوا من القيادات طبعا المعروفه، هيكونوا من الصف الثاني. يعني هيبحثوا عن حزب النور؟ ما هو عنده احزاب اخرى لو جرى عليه هذا أو لا. لا طبعا ده كله هواجس لا اساس لها من الصحه، للاسف بيروجها بعض الناس اللي عندهم هواجس بتوع طابور الخامس، الهواجس اللي مسيطره دول يريدون اقصاء كل هذا التيار بحجه ان الاحزاب دي زي ما بعضهم سماها ظهير صحراوي للاخوان، واحنا عشان نستأصل الاخوان لازم نستأصل كل هذه التيارات. فهي دعوى تيار مش اقصائي، تيار استئصالي يريد ان يستأصل هذا التيار بالكامل. كل شاهد الانتخابات البرلمانيه كانت فيها منافسه شرسه جدا، والرئاسيه في الجوله الاولى. فلو الاخوان هتبحث عن حد مش هتبحث عن حزب النور. احنا وقتنا خلص، بس انا محتاجه اخد تعليقات من حضراتكم بشكل نهائي، وفيها اجابه على سؤال كمان اللي هو متعلق بدايما الاتجاه اليساري ودايما الاتجاه الحزبي الاسلامي، يعني ايا كان في حاله من عدم التوافق مع الجيش في مراحل كثيره جدا من تاريخ الوطن. انتوا دلوقتي في اي مرحله من هذه المراحل الى اي مدى انتوا متفقين في ظل الحاله الشعبيه اللي هي موجوده واللي بتدعم المؤسسه العسكريه او مرشح عسكري؟ مع كلمه نهائيه بقى. الجيش جيش وطني، كلنا معاه، كلنا نؤيده، كلنا نحميه زي ما هو بيحمينا، ونحن يعني نساند
الجهد الرائع والمشرف الذي يقوم به الجيش المصري لتطهير سيناء من معاقل وأوكار الإرهابيين. وعايز أقول لحضرتك إحنا اختلفنا مع المجلس العسكري السابق، لأن لينا رأي إنه كان مرتعش، ما عندوش رؤية، ارتكب أخطاء فادحة في المرحلة الانتقالية، وفي النهاية سلم البلد لجماعة الإخوان. وعشان كده بقول لك إنه المنتج النهائي للدستور هو يعني أنا هصوت بلا على الدستور اللي جاي لو مثلا ادى سلطات واسعة لرئيس الجمهورية. إذا القضية لازم تتاخد ككل المنتج النهائي. أنا متفق مع هذا الكلام. اتفضل يا أستاذ شريف. الجيش الوطني كمؤسسة وطنية خط أحمر، بمعنى رفض أي دعاوى أو رهانات على انشقاق هذا الجيش أو إضعافه أو الإخلال بمنظومة الجيش. الجيش المصري هو آخر الجيوش في المنطقة العربية، الإخلال بإخلال بالأمن القومي. صحيح. لكن هذا لا يمنع كما ذكر الأستاذ نبيل أن نختلف معه سياسيا إذا اتخذ قرارات سياسية وإذا اشتغل بالسياسة. مسألة ترشيح مرشح عسكري ده من جهة ليست معيارا للقبول ولا للرفض إذا تخلى طبعا عن غطائه العسكري، لكن ليس هذا معناه دعم أي شخص كائنا من كان إلا بعد النظر في البدائل المقترحة وقتها والنظر في الواقع المحيط وأي واحد هو المناسب لهذه المرحلة. لكن احنا مش من الناس اللي يعني بناخد موقف معين رافض لا لكذا أو نعم لكذا، مش مع الدعوة اللي بتقول لازم يكون عسكري او مع الدعوه اللي شايفه مرشح له خلفيه عسكريه ده يعني مناقض للوطنيه او خيانه. لكن ايه اللي هيحدد الموقف؟ الوقت الراهن وقتها. على قد ما كان في مساحات للاختلاف بس كان في مساحات اخرى للتوافق، ودي كانت بالنسبه لي حاجه غريبه. انا كنت متوقعه اختلاف على طول الخط يعني. ده حقيقي. انا بشكركم شكرا جزيلا الاستاذ نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ شريف طه المتحدث الرسمي لحزب النور. حاولنا كده ننقل لحضراتكم مبادرات سريعه على مواقف الاحزاب ونطل على بعض الاستحقاقات في المشهد السياسي، لكن بالتاكيد الفتره اللي جايه ولما يخرج الدستور بشكل نهائي وكمنتج نهائي هيكون لنا حكم اكبر عليه. بشكركم شكرا جزيلا. نهايه حلقتنا النهارده البدايه.